بتروح تتغدى في مطعم ولسه هتطلب الغدا، بتلاقي الجرسون جاب لها طبق وبيقول لها احلى اكل مميز لاجمد بنت عندنا. اول ما شفتك حسيت ان الاكله دي شبهك، سمك طري ودايب في البطاطس المهروسه. فبتبص له هي مستغربه وبتعامله بتعالي وبتقول له ادوق واقول لك رايي. ده بيخلي زمايله يشغلوا لها اغنيه لايقه مع الاكله وشكلها كده دخلت دماغه ومش طالعه، لكن اول ما بتدوق بتبقى عايزه ترجع. فبيروح يقول لها هو الاكل فيه حاجه؟ لا بس انت قلت لي استخدمت اعشاب السبس، لكن دي الهندباء وانا اصلا ما بحبهاش. فبيدوق وبيقول لها عندك حق، حاسة التذوق عندك عالية على الآخر. وبتسأله هتاكل ايه دلوقت؟ فبياخد الطبق وبيقول لها هتصرف، وبيروح وبيجيب لها مكرونة. وبعدين بيقول لها لو حسيتي بالوحدة وحبيتي تقعدي مع حد يسليكي فهتلاقيني هناك في المطبخ. وبيفضل طول الوقت بيبص لها من بعيد، وبمجرد ما بتيجي تمشي بيوقفها واحد من المطعم وبيقول لها على طول كده طب مش هنتعرف الأول؟ وبمجرد ما ايجي بيشوفهم بينده لصاحبه عشان يخرجوه بره، وبيشدها كمان قبل ما تتخانق. وبيقول لها بس ايه ده؟ صوتك شبه الأميرة اللي بتشتغل سواقة ميكروباص. لا حلو المزيج ده عجبني. وبتقعد تشرب حاجة معاه عشان تهدي أعصابها. وبعدين بيسألها السؤال اللي بيسألوه كل الرجال، هو أنا عمري شفتك قبل كده؟ أصل حاسس إن ملامحك مش غريبة عليا. فبتقوله ياه ده أنت مركز مع كل البنات اللي بتيجي بقى. بس بقولك ايه، ما بحبش جو البدايات ده، تسألني عن حياتي وأسألك عن حياتك ونقعد نحكي لبعض حاجات تسد النفس. انت عملت اداء بطولي الحقيقة، وانا شايفة اننا كده ننتقل للمرحلة اللي بعدها. ممكن توصلني البيت؟ فبيكون متفاجئ وبيقول لها طبعا. ومجرد ما بتفتح الباب بتقوله شكرا على المساعدة، اشوفك بعدين بقى. وبيبان ان اصلي مديرة تنفيذية في شركة كبيرة وبيطلبوها عشان يتكلموا معاها في المشاكل المادية اللي دخلت فيها الشركة الفترة الاخيرة، وانهم محتاجين يعملوا اوتيل فاخر في منطقة تشاشمي الساحلية، الاوتيل اللي خلال سنة واحدة هيرجع لهم احتياطي ومخزون مادي للشركة اللي خلاص قربت على الافلاس. بس في مشكلة واحدة بتعوقهم في تنفيذه، ابن شريك والدها بيمتلك 25% من اسهم الارض، وبيقول لها والده انه عنيد وعايش حياته في كل بلد شوية. فبتكون اصلي عارفة عنه شوية معلومات وبتقول لهم مش ده اللي كان في امريكا من شهر؟ لا ما هو عايش دلوقتي في تشاشمي. وبما انه مش متابع وما يعرفش مين شركاء الشركة الجدد بيكلفوها هي بالمهمة دي عشان تسافر وتقنعه. فبتقول لهم اصلي يسيبوا الموضوع عليها، قلتولي بقى اسمه ايه؟ وتاني يوم بيكلموها عشان تنجز، فبتقول لهم انها محتاجة شوية وقت ومحدش يستعجلها لحسن الصفقة تبوظ ويعلنوا افلاسهم رسمي. وبتروح له تاني يوم الخليج، واول ما بتسأل عنه بتعرف انه بيلعب الركمجة. وفجأة بيجي من بعيد وبيقول لها اصلي منسوي عارفك اتفضلي. فبتكون مصدومة من الموقف لانه طلع الجرسون بتاع امبارح. ايه ده؟ طب وانت عرفتني ازاي؟ اكيد يعني صورك مالية الاخبار. ده ايه الغباء ده؟ دورت عليك امبارح بعد ما تقابلنا. فبتضحك لانها طلعت غبية وهي اللي ما تعرفوش، هي كانت فاكراه الجرسون بجد. وبيقول لها ايجي ايه رأيك في شريكك الجرسون، ينفع؟ فبتبدأ تتكلم معاه بجد وبتعرفه عن الشركة اللي افلست وان المشروع ده الوحيد اللي هينقذهم، وبتطلع له الاوراق عشان يوقع. لكنه بيقول لها تعالي اوريكي حاجة مهمة، ده العالم بتاعي ومش هبوظه، بحبه زي ما هو، وانصحك ما تضيعيش وقتك هنا لانك اكيد سمعتي عني وعارفة اني ما بغيرش قراراتي. فبتحاول تقنعه انها مش هتيجي جنب حاجته، مطعمه او بيته الصغير ده، ولو بيحب الركمجة هتعينه مسؤول عنها، وما عندهاش اي طلبات تانية غير الامضة بتاعته، وهم اللي هيكونوا مسؤولين عن المشروع مسؤولية كاملة. لكن بتيجي بنت بتنده عليه عشان يديلها دروس الركمجة، فبيقول لها جاي، انا كده كده خلصت كلامي من بدري. وقبل ما يمشي بيتريق على جزمتها، فبتكلم السكرتيرة بتاعتها عشان تبعت لها اي معلومات عنه. وبعدين بتكلم والدها ووالده فيديو وبتقول لهم ده طلع غريب قوي، عارفين رافض المشروع ليه؟ عشان المبنى هيكون عالي وهيقلل الرياح وده هيأثر على الركمجة بتاعته، حنين قوي بتاع الطبيعة ده، بس انا قدها يعني، سيبوني اسبوع تاني وهقنعه. وبتعدي عليه تاني يوم وبتقوله عايز اخدك لمكان مهم ممكن تركب، وساعتها بتاخده الخليج اكبر من الخليج بتاعه بكتير، وبتقوله انهم ممكن يشتروه وينقلوا كل حاجته هنا، ايه رأيك بقى؟ فبيقول لها طيب ما تبنوا انتوا هنا وانا افضل هناك.
ده انت غبية قوي، ممكن ترجعيني عشان عندي حصة؟ وبيبقى باين انه عنيد جدا. وتاني يوم بتروح له تاني وبتقول له انا عرفت اني مش هقدر اقنعك خلاص، وهقضي الكام يوم اللي فاضلين لي دول اجازة، ممكن تعلمني الركمجة؟ فبيقول لها مش فاضي، وبيخليها تتدرب مع حد تاني. اما اصلي بتبقى هتحصل لها حاجة من تقل دم وبتقول عليه رخم. وشوية وبتجيلها مكالمة من مديرة مكتبها وبتقول لها انه ما عندوش اي ثغرات، حتى فواتير النت دافعها، لا ضرايب ولا قضايا، ده حتى البنات مش عامل معاهم اي مشاكل، ما بيصاحبش اساسا. فبتكون اصلي هتتجنن، تعمل معاه ايه ده؟ وتاني يوم بتروح له ومعاها اعشاب السيبس، فبياخدها وبيرميها وبيقول لها انت بتيجي كتير كده ليه؟ معجبة بيه ولا حاجة؟ ما بصاحبش مفلسين. وبيقفل في وشها الباب. تفتكروا اصلي هتزهق؟ لا برضه. بتروح له بالليل وبتتحايل عليه عشان يعلمها الركمجة، فبيقول لها عارفة هوافق ليه؟ من كتر الزن يا زنانة، عندي ميعاد بكرة الساعة 9 الصبح تكوني قدامي. وبمجرد ما بتروح له بيرمي لها هدوم السباحة في وشها، وبيبقى بيعاملها معاملة عبيد. ده حتى بيبان من طريقته انه بيساعدها تفشل اكتر ما تتعلم، وبيبقى عايزها تزهق منه وتمشي. لكن بتعرف معلومة مهمة جدا هتغير شكل الصفقة، وان ايجي ليه شريك في المطعم بتاعه، وده ممنوع لانه شركائه في الارض لازم يمضوا على الورق ده، يرفضوا او يوافقوا، وبكده طبعا تقدر تعزله من مجلس الاداره، ده لو قدرت تثبت ده. وبتروح تقابله تاني يوم وبياخدها يعرفها على اصحابه اللي بيكونوا متفاجئين انها مديره تنفيذيه، سيده مجتمع ملهاش حل. وعند غروب الشمس كل واحد فيهم بيمسك طوب وبيتمنى امنيه وبيرموا الطوبه في البحر، فبتشارك معاهم اصلي بس ما بتقولش اتمنت ايه. وبعدين بيجيلها تليفون من مديرة مكتبها اللي بتقول لها ان كلامها صح، لكن محتاجين معلومات اكتر عن شريكه ده. فتاني يوم بتروح له الخليج، وبتكون دي الفرصة بتاعتها لما بتلاقي شريكه نايم، وبتقعد على اللابتوب وبتحاول تفتحه، وساعتها بتقدر توصل للحاجات اللي هي عايزاها. وبعدين بتعمل نفسها بتتفرج على الصور اللي على الحيط، وبياخدها المكان ما تعرفوش، وبيقول لها ان دي قطعة ارض تانية تبع شركتهم موجود فيها زرع كتير وخيل كتير كمان. وبعدين بيعرفها عن المسؤولة عن مزارع العنب هناك، وساعتها بتفتكرها حبيبته، لكن اصلي بتقول لها انا شريكته مش اكتر، احنا الاتنين هنورث الشركة دي بعد عمر طويل. وبيتريق عليها عشان بتاكل التين بالشوكة والسكينة، وبيقول لها الاكل ده بيتاكل كده. وبتحكي لها عن والد ايجي اللي طلق مراته وخده منها وهو صغير، واتربى كمان في مدرسة داخلي بره البلد، عشان كده دايما في مشاكل بينه وبين والده. وفي وسط ما هما بيتكلموا بيسألهم بتعملوا ايه، فبيغيروا الموضوع بسرعة وبيضطروا يباتوا عندهم في البيت، ولان مفيش الا اوضة واحدة بتبات في نفس الاوضة. لكن بيطلع قليل الذوق وبياخد هو السرير. والصبح لما بيمشوا من المكان بيكون الجو حر، وبيبقى مفيش حل غير انهم ينزلوا في البحر، ولسه هيتريق عليها وانها اكيد هتخاف، بيلاقيها نطت قبله وبتثبت له ان مفيش حاجة بتخوفها. وبعد شوية بيوصلها للبيت وباين لها كده وقعت في حبه، لكن فجأة بيروح لها شينج حبيبها اللي هي مش مقتنعة بيه اصلا، وبيقول لها شفتكم مع بعض وانت بتودعيه ومش عايزة تمشي. وبيبان انها مش مقتنعة بيه، وكانت ماشية بمبدأ ظل راجل ولا ظل حيطة، ما هو انا لازم ارتبط، هعمل ايه يعني. وتاني يوم بتفتحوا في موضوع الخليج، وانه لو برضه لسه مش موافق هيحاولوا يثبتوا عليه اي حاجة ويخسروا، وبتبقى دي نصيحة من القلب. لكن ايجي بيقول لها ما تقلقيش، انا بعرف اتصرف كويس. وبيعزمها على الغدا في يوم في بيته، وبتكون مبسوطة ان هو اللي بيطبخ. وفي وسط ما هما بيتكلموا بيبص لها كتير، وباين له كده هو كمان وقع في حبها. وبتبدأ تحكي له اصلي انها ما بتعرفش تعمل اي حاجة غير الشغل، غالبا كده اتولدت في قاعة الاجتماعات بتاعت والدها، بس من وقت ما جت هنا وهي بتعيش كام اسبوع ما جربتش زيهم في حياتها. وبتحكي له اكتر عن حياتها الخاصة وعن والدتها اللي حبت واحد وهربت معاه وسابتها مع والدها لوحدها وهي عندها 5 سنين. يمكن قربها من والدها وكلامه الكتير عن الشغل خلاها بقت زيه بالظبط، لكن بقى عندها رغبة دلوقت تبعد عن اسطنبول. لكنه بيتصدم لما بيعرف انها هتسافر بكرة وعايزة ترجع للفندق دلوقت عشان تحضر شنطها. وساعتها بيبان انه متضايق
ومش عايزها تمشي. والصبح بتكلمها السكرتيرة بتاعتها وبتقول لها ازاي ما رجعتش لحد دلوقت، اجتماع مجلس الإدارة هيتعمل كمان ساعة. فبتعرفها انها حبته خلاص ومش عارفة تعمل ايه ومش ناوية ترجع دلوقتي خالص، وبتقرر انها تقعد معاه وهي منفضة لمشاكل الشركة، وان كل اللي يفرق معاها دلوقتي ايجي، وبتحضر معاه حفلة افتتاح معرض لوحي خاص بصحابه. اما حبيبها اللي مرتبطة بيه بالعافية ده كل ما يحاول يكلمها مش بترد عليه، وفجأة بيدخل المكان وبتحاول اصلي تمنعه يتكلم. فبيقول لهم انه محامي الشركة بتاعتهم وبيعرفهم كل الحقيقة، وان اصلي جت هنا عشان تحاول تدور على اي حاجة تستغلها في المشروع. وفعلا ده اللي حصل، وفقد صوته في مجلس الإدارة وبيوريه الصور اللي خدتها من الكمبيوتر بتاعه من غير ما يحس. ايجي وقتها بيتصدم فيها، ولما بيمشي بتحاول تبرر اللي حصل منها لكنه اكيد ما بيديلهاش فرصة، وساعتها بيقول لها انه مش عايز يشوفها تاني. فبترجع بلدها وهي حاسة ان علاقتها بيه انتهت خلاص لانها خذلته. وبيعدي الوقت وبيكون ايجي مش عارف ينساها، حتى اصلي ما بقتش مركزة في اي حاجة في حياتها. وبتقول لها صاحبتها لو حبيته قوي كده ترجع له، لكن بتعرفها ان ايجي شخص مش بالسهولة دي واستحالة يرجع لها في يوم من الايام. وفي اجتماع مجلس الادارة عشان يمضوا على المشروع بتفكر اصل كتير وبتقول لهم مش همضي. وفي اللحظة اللي بتتكلم فيها عن المشروع وانها مش موافقة عليه بيجي ايجي وبيقول لهم انه عايز يعرض عليهم عرض، وانه ممكن يحول ثروته ليهم ومش عايز اي حاجة في مقابل انهم يسيبوا الخليج زي ما هو. وطبعا الكلام بيعجبهم جدا لانه حل فوري احسن ما يستنوا سنة عشان يبدأوا يشوفوا نتيجة من ايرادات الفندق اللي هيتبني. لكن قبل ما يمشي والده بيقول له ما يدخلش الشركة دي تاني. وبيعدي كام يوم وبتسافر اصل تاني، وكالعادة بتروح له المطعم، ومجرد ما بيشوفها بيقول لها احنا هنبدأ من جديد، لا انت تسأليني عن حياتي ولا انا هسألك عن حياتك قبل كده، وكأننا اول مرة نتقابل. حلو ولا اعملك الاكل اللي فاتت وهأكلها لك بالعافية. وبكده بيكون خلص فيلمنا النهاردة. ما تنسوش لو عجبكم الفيلم تعملوا لايك ومتابعة.